شوف معايا هذا الفيديو وخلي شي تعليق زوين. تعرف رائد أول طلبية دارها المغرب بأمر من العاهل المغربي محمد السادس كانت في 2011 2011 واش كان في الجزائر؟ كنا في أحسن الظروف وكانت قبل هذيك التقشف وكلش، كانت السعر تاع البترول كان مرتفع لسنوات وكلش، معناتها ولا مسؤول جزائري بما فيهم عبد المجيد تبون اللي كان وزيرا وقتها لمراحل متعدده، واللي كان اصلا صار وزير اول فيما بعد، كش مره مسؤول جزائري فكر انه يروح يشري الطائرات وقتها؟ تسمى 2011 كان الموضوع هذا تاع الحرائق وكلش ماهوش مفتوح. دوك المغرب دار اول الطلبيات تاعو وقتها رائد، كانت الكنادير كي تحب تشري شري براحتك، واحد ما يحوس على الكنادير وقتها، شري براحتك، ما كانتش لا دوموند هذيك باسكو كان مازال ما وصلناش للدرجه تاع حرائق الغابات واللي اليوم منتشره. مارس 2011 دونك داروا الطلبيه الاولى بقيمه تاع 162 مليون دولار رائد. 162 مليون دولار رائد، حنا الصطاد هذاك تاع البراقي راه تجاوز، راه قريب راح المليار دولار. تخيل كم من طائره تاع كنادر كنت تقدر تشريها بالملعب هذاك اللي اصلا القيمه تاعو مبالغ فيها باسكو الفساد وكلش. المسجد قول له بصح شحال، قول له برك شحال هذاك تاع البراقي شحال باش تنبنى، كم من سنه؟ 14 سنه الله يبارك يا ودي فايت، يا فايت 14 سنه. الحمد لله الحمد لله. انا خائن البلاد نحب نقص من الانجازات شويه. ورائد المسجد الاكبر اللي درناه باش نغلبوا المروك حنا في الارتفاع تاع الاخر وكذا، كلفت اكثر من 2 مليار دولار على الاقل، 2 مليار دولار بفساد كبير. طريق السيار ما نحكيوش. تخيل طائره تاع كنادير اللي شراوها اللي كانت قادره تنقذ ارواح الناس اللي شراها المغرب في 2011 162 مليون دولار في الطلبيه الاولى. زادوا من بعد في 2013 باش يصير عندهم اسطول تاع 5 طائرات. 2011 2013 تشوف من بعد. انت لما تجي تقول له انت عندك عقده من المغرب باسكو مهما كان يمشيو برؤيه، باسكو مهما كان عندهم حاكم بلادو تحبوا تكرهوا، قول له مطبع ما على باليش واش الشيء اللي يديروا كامل لمصالح بلده. انت علاش يتقلقوا ثاني ويكرهوك؟ باسكو دائما تقول لهم باللي يدير مشاريع وحقيقه يطحن العالم كامل من اجل مصالح بلده. انت علاش ما فكرتش هكا؟ انت علاش ما شريتش الطائرات؟ واليوم انا نشوف الناس يخرج لي في منطقه القبائل، ما نحكيش، ما يعتبروهم الجزائريين ويسبوهم ويحرقوهم. حتى في المناطق الاخرى لما تشعل يقول لك وكيفاش وحنا والحرائق، ومن بعد يجيو يقولوا له لا رائد، يقولوا له في 2021 ببيانات رسميه راهو المغرب اللي يدير في الحرائق باستعمال حركه الماك. إني والله اسيدي ودارها المغرب. وين راحت المخابرات تاعك اولا من جانب الامنيه تشد؟ وزيد علاش ما تطفيهاش اسيدي؟ مشعلوها اعداء هذا اللي سقسيته يا خو. شوف واش قال لي، شوف تبع لي هضرنا، قال لي والله طلعت شوف كلمه ما حبيتش نجبدها على المغرب ولا المخزن، هذه كاع المعلومات اللي تهضر فيهم عباك بلي عندي. طلعت السلام عليكم يا اخو، انا حبيت نطرح سؤال، زوج اسئله. اذا كان عون الحمايه المدنيه الجزائري الدوله وفرت له الماتيريال وهو ما لبسوش، لازم يسأل. هذا عون الحمايه المدنيه، كيف تدخل تطفي النار بلا بدله تحميك من النار، بلا بدله تاع اكسجين اللي تحمي لي بومون ديالك وتحميك انت كجزائري؟ اذا ما كاش هذه، علاش الدوله ما شراتش، ما خمتش في هذا الشعب، في هذا العون تاع الحمايه؟ علاه ما شراتلوش الدوله؟ كيستيون سا. لا كيستيون دوزيام، قال لي المخزن والماك. قلت له معليش، الدوله تقول بان المخزن والماك اوكي، ما نناقشكش، راني معاك، انا اسلم بذلك. اذا كان المخزن والماك يشعل النار، نتوما لا ما تطفيوهاش، علاش الدوله ماشي قادره تطفيها؟ اذا كنت انت تقدر تشري طائره سوخوي 57 اول طائره شبحيه في العالم تمدها دوله عربيه وافريقيه، ما الذي يمنعك من شراء طائرات؟ يعني انت راهي عندك الامكانيات انك تشري طائره من الجيل الخامس، وعندك طائره السوخوي 34 راك ديت واحد باين ولا 3، يعني عندك دراهم. ما الذي يمنع انك تشري سيدي غير 2 طيارات كنادير طفي بهم النار؟ رغم ان شركه كنادير ما ولاش تمشي، حنا كنادير هذيك يعني ولات له خربل، علاه ما شريتهاش؟ لا ريبونس شنو هي؟ لا ريبونس شنو هي يا شوقي بن زهراء؟
قال على هذاك السيد اللي مات بانه سرق تروتينات وبانه كذا، وانتوما وانت واش ما دخلك ترحمتوش ورايد واش دخلوا؟ ما فهمتش انا. ما ترحمتوش على، قال لي نتوما ما ترحمتوش على السيد. وشوقي بن زهره قال على السيد سراق وما ترحمش عليه. قلت له شوقي بن زهره قال هكذا، قلت له انا الله يرحمه السيد وربي يغفر له ان شاء الله وكذا، الله يرحمه السيد مات انا بقول. شوقي بن زهره له الحق انه يقول واش يحب، هاو هنا قول لي شو يا اخو ما تقولش هكذا رائد، ما يقدرش. باسكو علاش ريسبكتيه فاهم؟ بصح نتوما واليوم تناقشني في الفكره، تناقشني على شوقي بن زهره، لانني قلت لك انت تطلع عنده يهبطك يقول لك بيوت رذيله، ولا تطلع عنده يقول لك انت صغير تبقى صغير، ورايت كي يطلع بقدره ويهبط بقدره. فاهم كيفاش؟ ماريا تقول لي ماريا طلعت جينيرال يناقش تاريخ، اطلع انت ماريا. اختي ماريا السلام عليكم، من فضلك هل ممكن انني نطرح عليك سؤال؟ على هكا طلعي في السيد هذا ولا علاش هكا؟ انا ماريا سي محمد ولا اللي غلط يا اخو؟ او قلت لك ولا الهروب رائد، الهروب من الواقع، تسمى الهروب من الحقيقه هذه اللي تضر. هذه القضيه ديجا قاعد تقول انت السوخوي يا اخي، كي يجيبوا اصلا السوخوي يقدموها على انجاز كبير ويصوروا لنا. داير صوروا لنا عبد المجيد تبون كي رايح لالمانيا ترافقوا السوخوي اللي 4 طائرات اللي القيمه تاع التحليق، وهضرناها هذيك خطره في اللايف مع كانت ماريا، تتجاوز التحليق رائد، القيمه تاع التحليق فقط تتجاوز $100,000 تاع التحليق تاع 4 طائرات لمده نصف ساعه. هذه برك تخيل البهرجه. وزيد انت قلت الكنادير، حقيقه الشركه تاع كنادير توقفت، لكن رائد الكنادير بقاو يتباعوا في تعرف باللي المغرب نو ماشي ما فهمتكش. واش يقول لك الشركه هذه؟ لا راني فاهمك. انت قلت لك الحاجه الامر انه المغرب اشترى طائرتين تاع كنادير بعد ما توقفت الشركه، اشتراهم مستعملتين يعني وتم تجديدهم، باسكو من بعد دركا مازالوا يقوموا بالعمليه تاع التجديد لو ريكونديسيونمون هذاك. نو بصح كاين طائرات واحده اخرى من ماركات واحده اخرى، هي جوست كندا حبست. مي كاين طائرات واحده اخرى تخدمهم شركات واحده اخرى ومتطورين على كندا. والعفسه وشنو يا سوقي؟ حنا جابوا البرياف هذيك فيها اشكاليات كبيره الروسيه، باسكو ما تقدرش باش تعاود تتزود بالماء، عندها مشاكل كبيره وفيها اشكاليات. الكنادير اللي موبيل، الكنادير في ظرف ساعه تقدر دير عمليه تزويد، في ساعه تقدر دير عمليه تزويد، في ساعه تقدر دير عمليه تزويد، في ساعه تقدر دير عمليه تزويد الشركه، باسكو تاني كانوا مستابقين العمليه هذه رائد تاخذ سنوات. والكنادير عاد صعيبه باسكو دركا كاين طالب من اليونان، من اسبانيا، من فرنسا على بالك باللي عندهم 12، رغم انه عندهم هما حرائق الغابات، من عندهم 12 طائره، المغرب عنده 8 طائرات. ايه جوستومون صفر كنادير. جوستومون انا واش درت والله يا شوقي، غير تحاشيت انني نهضر على المغرب. كي قال لي لك اللي قال لي المغرب علاش ما تهضرش على المخزن يطفيو البالا والبيوش، قلت له يا اخو شي با ماروكا، ما حبيتش نقولوا بلي عندهم كندا. علاش؟ باش ما يدينيش لهذاك الحوار، فاهم؟ شغل حبيت نخرج من المروك وبقيت في الجزائر، ما يقدرش خو باش ما يقدرش يريبوندي لك. بعد يطلع عندي داك الحمار تاع لا توريفال هذاك، قال له ما يهربش، نهرب مع حمار كيما انت بغل كاسمك ما تعرفش تكتبه. كنعطيك جمله فرنسيه ما تقدرش تقراها، جمله نعطيك تكست هكذا بالفرنسيه 30 سنه في فرنسا وما تقرا. نقول لك السوجي هذا، شوف نروح اليوم وغدوه وقول مخزاني وقول تو سكو تو فو. في الموضوع هذا نحكي لك على المروك بالضبط، باسكو انت تقول عليهم بالمنطق تاعك نمشي معاك. انت تقول انا بلد البترول والغاز، وانت تقول باللي بلد الفقر والجوع. قول لي فهمني كيفاش البلد اللي تقول فيه بلد الفقر